الوصفة دي لو فيك أي سحر، لو فيك أي أذى، إن شاء الله هتكون فيها الشفاء. ولو تعرف أي حد مريض بسحر وراح لمعالجين كتير وشيوخ لكن مفيش فايدة، اعمل له الوصفة دي هدية واهدها له واديها له وقول له ما تنساش تدعي لي، وإن شاء الله فيها الشفاء العاجل. وتدل على الخير كفاعله. وخلي بالك، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على ايدك من بعد ربنا سبحانه وتعالى. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وما تنساش تضغط لايك للفيديو وتعمل شير والاشتراك وتفعيل الجرس ونورنا. وعلى بركة الله نبدأ. هتجيب إناء فيه مية وسورة الإخلاص والمعوذتين، وتكون متوضي وعلى طهارة، وتحط إيدك في المية دي وتبدأ تقرأ آيات السحر من سورة طه والإعراف وسورة يونس. هقرأهم كم مرة؟ آيات السحر 3 مرات، والمعوذتين والإخلاص 3 مرات. طيب أنا هعمل إيه بالوصفة دي؟ كل اللي عليك هتشرب من المية دي، تمام؟ وبعدها هتغتسل منها، وبإذن الرحمن 3 أيام وهتشوف الفرق. وربنا إن شاء الله هيشفيك من أي سحر في جسدك وأي أذى وأي مرض. مش هتخسر حاجة لو جربت الوصفة دي أو عرفت الوصفة دي لحد غيرك. وخلي ثقتك في ربنا كبيرة، إن هو الشافي وهو المعافي وهو القادر على كل شيء. سؤال مهم، ممكن أضيف حبة البركة أو ممكن إن أنا أضيف مية ورد أو زيت زيتون على المية دي؟ أكيد طبعا، مفيش أي مشاكل. يبقى هتتوضى وتكون على طهارة، وبإيدك اليمين تنزل في هذه المياه، ثم تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وآيات السحر وآيات الشفاء، وتوكل على الله واشرب من المية دي واغتسل منها 3 أيام وهتشوف الفرق بإذن الله. أي سؤال إن شاء الله، أي استفسار، أنا تحت أمركم في الكومنت. أترككم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.